حامد حمدان رسميا زملكاوي 5 سنين. الولد ده اشترى الزمالك وحارب عشان يبقى في الزمالك. اول واحد اتكلم ان هو لازم يجي الزمالك انا، واول واحد قلت لك قبل الضغط ده كله يلعب اساسي، بس لو جبت لعيب سوبر ستار 6 نفس كواليتي طارق حامد هيلعب عليه وهو هيفيدك كدكه. لكن دلوقتي انت مش جايبه وهتعتمد عليه هو الاساسي. انا بقول لك لعيب ممتاز 10 على 10، بس بعد اذنكم يا جماهير الزمالك، انت لا جايب كريستيانو ولا جايب ميسي ولا جايب بن شرقي ولا جايب زيزو. بن شرقي وزيزو اخدوا شويه وقت عشان يخشوا في الفرقه. بن شرقي جاب جونين في بيراميدز، بشوف بعديها الاهلي ما عملش حاجه. اول ماتش كام ماتش في الدوري ما عملش حاجه. امام عاشور نفسه معاك في الاول كان وحش، اصبر عليه. هو لعيب ممتاز، اشول بيطلع بالكره حلو، غشيم في التحاماته او مش غشيم، ناشم في التحاماته. لعيب هيتأيد محلي، حارب عشانك، هيمضي لك ان شاء الله 5 سنين، لازم 5 سنين بلاش 3. مش هيكلمك في مستحقات. صفقه ممتازه، بس بلاش يا ريت الضغط، ويا ريت بعد اول ماتش اتعادلنا اتغلبنا باص غلط بلاش بقى البوست تنزل صورته وهو ده اللي حاربنا عشانه، والجو الميمز والهاها. ده لعيب مشروع معاه 5 سنين، وانا بقول لك من اول ماتش هيبقى راجل وهيتحمل المسؤوليه. هو لعيبه بتستحمل الضغط، هو اللي الفلسطيني اصلا بيستحمل الضغط، ما بالك اللعيب اللي حارب عشانك وهو عايز. رفض بيراميدز، رفض الاهلي، رفض نادي قطري، عايزك يبقى احنا ندعمه. ده احنا دعمنا لعيبه اوحش منه بكتير. الف مبروك لحمد حمدان انه جه نادي الزمالك، الجمهور كله في ظهرك وبندعمك. ويا ريت بعض الجماهير اللي دخلوا الخناقه بتاعت حمد حمدان عشان بس الاهلي نكش فيه فيلا حمد حمدان، واول لما يعمل ماتش وحش نثور عليه، لا، ادعموا بقى للاخر. الطبيعي لعيبه يعمل ماتش حلو وماتش وحش، ده طبيعي. انا واحد مقتنع من حمد حمدان اول لما كان في بتروجيت. انا واحد اصلا لما كنت بتفرج على فلسطين وبشوف حامد حمدان مع بتروجيت وما كانش بيتضم لفلسطين، كنت بقول ازاي المدرب ده مجنون. كان المدرب مكرم الدبدوب التونسي، لما جه المدرب الفلسطيني جابه على طول. لعيب يفرق مع اي فرقه، شوف مع الاهلي يفرق معاها. مع الاهلي مش هيبقى اساسي، هيبقى دكه بس. بدني، بيطلع بالكره حلو، كراته العرضيه ممتازه، بيشوط على الجون، بساط، لعيب 10 من 10، غير انه بيحب الزمالك.